العديد من البرامج اليمنية الترفيهية والإنسانية التي ستعرض لكم هذا العام على الشاشة اليمنية. هنا كنز. فمن هو؟ سنتحدث لكم في هذا الفيديو عن القائمة الكاملة لأبرز البرامج التي تم التأكد من عرضها على الشاشة اليمنية خلال شهر رمضان المبارك. لكن قبل البدء نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الإشعارات. طائر السعيدة، الموسم السابع للمبدعة مايا العبسي، حيث سيعرض الموسم السابع هذا العام، لكن البرنامج سيكون مختلفاً عن المواسم السابقة من حيث المواضيع والفقرات، كما صرحت مايا العبسي. وأيضاً عرضت قناة السعيدة في برومو تشويقي بعض الفقرات التي سيقدمها البرنامج. أنت أمل للرعاية ولملايين الضحايا، أنت حكاية. وتم تصويره في معظم المحافظات اليمنية بالإضافة إلى إثيوبيا. سيعرض على قناة السعيدة الميدان الموسم العاشر، برنامج مسابقاتي جماهيري للمقدم سعيد بكر، يضم العديد من التحديات والفقرات الترفيهية التي تضفي أجواء الحماس والمرح على الجمهور والمتسابقين. سيعرض على قناة حضرموت. خاطرك مجبور الموسم الخامس. خاطرك مجبور الموسم الخامس للإعلامي عبد اللطيف الزيلعي، الذي يواصل تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية لأبناء الوطن. سيعرض على قناة خاطرك مجبور على يوتيوب وفيسبوك. الموسم الخامس يأتيكم كل يومين خلال شهر رمضان المبارك. تفضلوا. برنامج مسابقات جماهيري يقدمه الفنان الرائع عامر البوصي لأول مرة. سيكون هناك ظهور فقط في عمل برامجي، عمل مسابقاتي بمشاركة مذيعة سيتم الإعلان عن اسمها قريبا. البرنامج سيتم بثه من محافظة تعز، وتحديدا من منتزه التعاون، وسيعرض على قناة الجمهورية. رحلة حظ الموسم السابع للمقدم خالد الجبري، وهو برنامج مسابقاتي جماهيري يرسم البهجة على وجوه المتسابقين والجمهور من خلال فقرات متنوعة ومسابقات ممتعة. سيعرض على قناة يمن شباب. كنز حك من قلبك الموسم الثاني للمقدمين الرائعين توفيق الأضرعي ومحمد نعمان، حيث حظي الموسم الأول بإعجاب الكثير من الجمهور اليمني. يعود البرنامج هذا العام بجزئه الثاني ليستمر في تقديم الفقرات الكوميدية المميزة. في برنامج حك من قلبك سيعرض على قناة المهرية برنامج جديد للإعلامي غازي حميد بعد تألقه في برنامجه السابق غازي في الخير. يعود غازي حميد بعمل جديد ومختلف عن أعماله السابقة. لم يتم الكشف عن اسم البرنامج أو القناة الناقلة بعد، وسنوافيكم بالتفاصيل في الفيديوهات القادمة. برنامج الإنساني الاجتماعي تراحموا الموسم التاسع، البرنامج الإنساني والخيري للإعلامي عبد الملك السماوي، حيث يستمر في تقديم المساعدات للمحتاجين خلال شهر رمضان. تركبت على يدين كبيرة وما عاد قدرت أسدد. كريم مع البرنامج الإنساني الاجتماعي سيعرض على قناة السعيدة برنامج جديد للمبدع حسن الجفري بعد نجاحه في برنامجه السابق هجمة مرتدة. يستعد المبدع حسن الجفري لإطلاق برنامج جديد وقوي سيتم الإعلان عنه قريبا. سيعرض على قناة السعيدة
تنزيل رب العالمين في شباب القرآن. برنامج شباب القرآن برنامج مسابقاتي يتنافس فيه حافظة كتاب الله عز وجل على المركز الأول، ويشمل أيضا مقاطع درامية تعالج قضايا اجتماعية مختلفة في كل حلقة. سيعرض على قناة يمن شباب حيث الإنسان الموسم السابع، برنامج مسابقات خيري يستعرض في كل حلقة قضية اجتماعية ويسهم في البحث عن حلول لها من خلال تقديم معالجات مادية، مما يساعد في تسليط الضوء على المشكلات وأسبابها وحجم انتشارها. سيعرض على قناة بلقيس برنامج المهاجر اليمني الجزء الثاني. بعد نجاح الجزء الأول في العام الماضي، قرر المبدع عبد العليم العامري البدء بتصوير الجزء الثاني من البرنامج. يتناول البرنامج قصص المهاجرين اليمنيين والعرب في الدول الأوروبية، مسلطاً الضوء على تجاربهم وكيف وصلوا إلى دول الغربة. البرنامج سيعرض على قناة يمن شباب الفضائية. الموسم الثاني من برنامج المهاجر اليمني، البرنامج اليمني الأول من نوعه في المهجر، اللي كان الموسم الأول حقق نجاح كبير. الآن نعود في الموسم الثاني خلال أيام شهر رمضان المبارك القادم على قناة يمن شباب الفضائية. انتظرونا في شهر رمضان المبارك قريبا على قناة اليمن. برنامج الحقيبة الموسم الثالث، تقديم محمد المحمدي. بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول والثاني، قررت قناة اليمن الفضائية عرض الموسم الثالث من برنامج الحقيبة. مبروك عليك الجائزة الكبرى $500,000 ريال. برنامج يقدم مسابقات مشوقة وجوائز نقدية وعينية للمشاركين. سيعرض في رمضان 2025 على قناة اليمن الفضائية برنامج جديد للمذيع سفيان المطحني. هناك أخبار غير مؤكدة بأن المذيع سفيان المطحني لديه برنامج جديد سيتم عرضه على قناة المهرية، وسنوافيكم بالتفاصيل فور التأكيد. تابعونا في الفيديوهات القادمة لمزيد من التفاصيل حول برامج رمضان 2025. اكتبوا لنا في التعليقات ما هو البرنامج الذي سوف تشاهدونه من البرامج السابقة أو غيرها، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات. دمتم في أمان الله. رمضان كريم. رمضان كريم.